أول رئيس عربي يفتتح خطابه في الأمم المتحدة بالبسملة. لم تكن أمه تعلم بأنه الرئيس الذي لم يحمل أي من عائلته مسؤولية المناصب. لقبه الجزائريون بالمسطاش أو صاحب الشوارب بالعربية أو الزعيم أو الرئيس الذي لم يتكرر، بعد أن عاشت البلاد خلال فترة حكمه عصرها الذهبي دبلوماسيا واقتصاديا. شخصيته سحرت وألهمت الجزائريين بكاريزما ثورية وسياسية وقومية صارمة، ولا مكان معها لخيانة الوطن أو للفساد. استبقت أفعاله أقواله التي ظلت خالدة بعد أن كان أول رئيس جزائري يرسخ مبدأ أن الدولة لا تزول بزوال الرجال. قصة هواري بومدين مع أمه. الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين الذي دفع بالجيش الجزائري للمشاركة بقوة في الحروب العربية الإسرائيلية، وكان من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية. وفي سبعينيات القرن الماضي، وبينما كان الرئيس هواري بومدين في زيارة لوالدته، وكانت والدته تجلس بجوار أخيه الأصغر سعيد بخروبة، فقال بومدين لأخيه: ما رأيك أن تذهب إلى الخدمة العسكرية؟ لكن بخروبة طلب منه أن يعفيه من هذه المهمة الوطنية، وذهب يهمس في أذن والدته أن تخبر بومدين ألا يدفعه للذهاب للخدمة وأن يدعه يكمل دراسته. وقال لأمه: بومدين يما رايح يوديني العسكر والصحراء والعقارب ورايح نبعد عليك يما. عندها حزنت على ولدها وقالت: ورحمة السعيد خويا تودي لي وليدي للعسكر وتبعد علي غير نشكيك للحكومة. تعني أنها أقسمت بروح شقيقها أن تشتكي الرئيس بومدين للحكومة. وكان أخوها السعيد قد استشهد لأجل الوطن، بينما كان رد أم بومدين طبيعي، فهي لا تعلم أن ولدها هو الرئيس. فتعالت ضحكات بومدين وقهقها بطريقة جنونية وقال: كيف ستشكيني للحكومة يا أمي وأنت مع الحكومة بنفسها؟ ثم قال لها: واجب عليه أن يذهب للخدمة العسكرية كبقية الشعب. ثم زمجر وقال لأخيه: اسمع يا أخي، ستذهب مجبورا، وإلا سأبعثك لمكان لا ترغب بالذهاب إليه. وما هي إلا أيام وتم إرسال بخروبة لأداء الخدمة العسكرية ولمدة عامين كاملين. وهنا تظهر الصورة الرئيس بومدين خلال زيارته لأخيه في معسكره أثناء الخدمة الوطنية. نعم يا سادة، لقد أرسل بومدين أخاه ليؤدي الخدمة العسكرية وهو قادر على إعفائه في الوقت الذي يذهب فيه أبناء وأقرباء الحكام لقضاء أوقاتهم في الدول الغربية. إنه